يا اهلا وسهلا بالحلوين، وحشتوني كتير. اللي ما يعرفنيش، انا فاطمه ودي قناه افكار. انا عايزه اقول لكم انكم وحشتوني جدا. انا بقالي كتير ما عملتش الفلوجات او روتينات، فحبيت اشارككم النهارده روتين رمضاني بسيط جدا، وان شاء الله تكون خفيفه على قلبكم يعني. فاول حاجه كده هندخل عليها المطبخ كالعاده. فكان عندي شويه مواعين كده، قلت ارصهم في غسالة الاطباق. فانا رايي ايه في غسالة الاطباق؟ حقيقي هي مهمه جدا في كل بيت، بس طبعا اللي ما عندوش مقدره عادي جدا. انا ساعات بغسل مواعين، ساعات بيكون ليا مزاج اغسل مواعين مع اني عندي غسالة اطباق يعني. فاللي عنده مقدرة مادية طبعا ما يترددش اللحظة خالص ان هو يجيبها، بجد بتبقى حلوة قوي في العزومات، او انتي تقعدي مع ضيوفك، او لو حتى انتي عندك عيال صغيرة. بجد جميلة خالص، بتساعدك. بس انا مشكلتي بس معاها ان هي ما بتغسلش الجرانيت ولا السيراميك. يعني انا جربت في حلتين، لقيتها لما بعد ما دخلتها غسلت الاطباق بقت بتلزق الاكل فيها، فما دخلتش بقية الحل. هندخل بقى على الريسبشن ونظبط نمسح اي حاجة عايزة تتمسح، اي حاجة عايزة، مرايات بقى ازاز بالجلانس او اي حاجة. يعني ممكن تجيبوا شوية مية كده وتخففوهم بخل او ديتول، بجد بيبقى حلو قوي ومنظف وبيعقم في نفس الوقت. اي حبيت اشاركه كده مقتطفات من الجو الرمضاني اللي انا عملته في البيت عندي. فبجد حاجة حلوة قوي انك تفرحي اسرتك. انا عارفة ان انا متأخرة والله، بس قلت لازم اشارككم، انتوا بقيتوا اخواتي يعني، خلاص بقى. يعني هو في اتنين تلاتة كده انا عارفاهم بالاسم، بجد بحبهم وبحب تعليقاتهم وبحب الكلام اللي هما بيكتبوه. فانا بحب اشارككم اي حاجة انا بعملها في بيتي، عشان حتى تاخدوا طاقة إيجابية، أو تقوموا تنفذوا أي حاجة من اللي احنا عملناها دي. شجعنا بعض. يلا قولولي انتوا وصلتوا للجزء الكام. أنا حاليا في الجزء التاسع، بس بجد اللي هو يعني أنا متأخرة يعني عن السنين اللي فاتت، طبعا بحكم البيت والعيال وكده. فربنا يعيننا يعني، فهنحاول نشجع بعض. قولولي انتوا وصلتوا لكام. انا دلوقتي قلت اشارككم برضو ازاي انا بغسل اي كوتشي عندي في الغسالة. بجيب كيس مخدة كده انا مش محتاجاه. هو كان عندي الكيس دوت كان مقطوع من الجنب، كان ممكن خياطه عادي، بس قلت اخليه لاي كوتشي عندي انا عاوزة ايه اغسله يعني. بعمل ايه؟ بجيب الكيس المخدة دوت وبحطه زي ما انتوا شايفين اي جزمة انا عايزاها، زي ما انتوا شايفين كده. حقيقي كانت الجزم مطربة خالص وشكلها مش حلو خالص. بس انتوا هتشوفوها دلوقتي هتفرق 180 درجة. بتغسليها في ايه؟ بغسلها في الغسالة الاوتوماتيك عادي. بربط الكيس من الناحية دي ومن الناحية دي عشان لو في اي رمل او اي حاجة ما ينزلش في الغسالة ويبوظها. وبحط الاريال برضو جوه الكيس. انا بحط مسحوق باودر عادي اوكسي. بجد بصوا، فرقت 180 درجة. بجد بيبقى شكل الكوتشي كأنه جديد، حتى النعل من تحت بيبقى مغسول. بجد بيبقى حلو قوي. وكيس المخدة ميزته ان هو بيشيل اي رمل او اي حاجة ما بيدخلش جوه الغسالة. بلاقي كل الرمل واقع جوه الكيس نفسه. بصوا هفضيها كلها في الطبق اهو وهوريها لكم. بجد تحفة تحفة، رجعتهم كأنهم يعني جداد. يعني قوموا جربوا الحاجة ديت. لو عندك اي كيس مخدة مش مستغنية عنه، فيلا قومي وظبطي الدنيا كده يعني هتفرحي. بجد انا فرحت قوي لما انا غسلتهم، وجوزي كمان فرح يعني. وحتى ابني قال لي الله كنتي بقى شكله حلو قوي يا مامي كده يعني. انا قلت بقى اشارككم ان انا ازاي بسيح السمنه. انا كان عندي سمنه بحوشها زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت. اللي متابع فيديوهاتي عارف ان انا بحوش السمنه. آه، ال- اللي هي الوش بتاع اللبن، القشطه، بحوشه في التلاجة. انا حوشت لمده سنه البرطمان ده، فعملتها بالطريقة ديت معاكم. وان شاء الله هبقى اشاركها لكم في فيديو تاني لوحده. هو طلعي البرطمان ده، دي تحويش السنة يا جماعة. إيه قشطة. ف يعني شابوه ليا والله. بس كده، يلا بقى نعمل مع بعض أكلة خفيفة كده. أنا لما يكون جوزي مش موجود معايا في البيت فبعمل حاجة خفيفة كده، مش بكتر قوي، والعصاير وخلاص يعني.
بس زي ما انتوا شايفين قطعت اللحمة قطع صغيرة، بعد كده بديها تشويحة مع السمنة بلدي لغاية ما لونها يغير زي ما انتوا شايفين كده. بجد بجد بيبقى الأكلة دي لذيذة قوي وطعمها تحفة، يعني ممكن تاكلوا طبقين 3 كده وانتوا قاعدين. ونحط لها بقى البهارات، توم باودر، بصل باودر، مع نص معلقة سكر، بهارات لحمة وفلفل اسود وشوية توم على جنب كده، هنحطهم سوا برضو مع بعض دلوقتي. هنحط البهارات ونشوح كده. ده ورق لورا ولو عندك حبهان تمام حطي برضو، ووقت الغرف ابقي شيليها. هو فص توم واحد بس ما تكتريش. والبصل دي اسمها ايه؟ كباب حلة. كباب حلة بيبقى طعمه خطير خطير خطير، يعني بجد لازم تقوموا تجربوها اصلا حالا حالا حالا، يعني جربوها تاني يوم. يعني بجد لو انت من الناس اللي بتحب الاكلات السريعة والاكلات السهلة، فقومي جربي ديت، هتلاقي ناس كتير حبتها. هتبشري طماطمايه وهتقطعي فلفلاية صغنن كده وهتقومي حطاها، وبس كده. نحط لها نشوح كده ونسيبها تتسبك مع بعضها شوية، وبعد كده نحط لها كوباية مية ونسيبها بقى اللحمة تستوي خالص، وهتاكلي بألف هنا. وما تنسيش في الآخر تحطي شوية ملح، وبس كده بألف هنا. انا كنت بوريكم وانا باكل ابني، انا ما لحقتش اصور اصلا وانا يعني بقدم مع العصاير وكده، بس قلت اوريكم يعني وانا باكل ابني. بتحطي رز بشعرية مع الخلطة دي على بعض كده وتاكلي بألف هنا بقى. نيجي بقى البسبوسة بتاعتنا القمر، لازم كده ندلعهم، يعني امال ايه يعني هيبقى رمضان ومن ما نتخنش؟ لا لازم نتخن ولازم ندلعهم برضه. يلا. انا مش عارفة جبت اللي هو الكيس اللي اسمه بونا ده، هي بتنفش شوية، عيبة انها بتنفش شوية في الفرن، بس يعني انا لقيت ان محطوط على الكيس ان احنا نحط بيكنج باودر، بس انا قلت اتبع الخطوات عادي جدا وقلت اعملها معاكم. ولو انتوا عندكم اي حلويات اي حاجة، انا الفيديو اللي فات عملت حلويات من كوباية دقيق وفرشة الميك اب. يعني ما تخافوش، هي الفكرة مجنونة شوية بس لا بجد يعني الفكرة حلوة قوي وعجبت ناس كتير. وهتقوموا تعملوها، يعني لو انتوا عندكم كوباية دقيق هتقوموا تعملوا الجلاش من لا شيء بجد، يعني طعمها تحفة. ولما بتبات بقى تاني يوم في التلاجة مثلا هتبقى احلى واحلى. السكر ما بيبقاش متركز في اي حاجة، بتبات لتاني يوم. فزي ما انتوا شايفين كده انا عملت البسبوسة ودهنت الصينية بتاعتي ودخلتها على فرن سخن يعني. خدت بالظبط معايا نص ساعة، ما خدتش كتير، وطلع طعمها تحفة خطيرة. بجد حبيناها قوي، يعني بقينا بناكلها كده. هي قضت معانا يومين بس حاجة يعني ايه حلوة كده. قوموا يلا جربوا. ولو انتوا حتى ما عندكوش اي حاجة، قوموا اعملوا حتى اللي هو هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع ورق الجلاش، هتقوموا تعملوه حالا. هسيبه لكم في اخر الفيديو ان شاء الله. فبصوا شكلها تحفة ازاي اهو، انا كنت بصور معاها ورق الجلاش جنبها. ف يلا قوموا اعملوا اي حاجة حلوة للعيال وليكوا، حتى لو هتجيبوا تسالي كده وتاكلوها. تسالي زي ايه؟ زي الترمس ده. الترمس ده ما بيخلاش من بيتنا. بنقع شوية كده وبعدين بغليهم غلوتين 3 كده، وبسيبهم بقى في المية وبعدين بحدقهم وبناكل. يعني اللي هو انتي في رمضان لا لازم نشغل بقنا بعد الفطار، مش كفاية بنصوم كتير قوي كده. بس كده فقومي بقى ودلعي نفسك ودلعي اهل بيتك. وبس كده حبيت اشارككم اي حاجة تكون ايجابية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. سلام.